ازاي تلاقي نيتشات مربحه على ريد بابل بحيث يبقى عليها طلب كتير ومفيش فيها تنافس، وازاي تقفش الترندات اللي موجوده اليومين دول اللي الطلب عليها كتير ولسه مفيش عليها تنافس. فيديو لذيذ ودسم عن النيتش والترند على ريد بابل، خليك معايا. السلام عليكم، ده الفيديو رقم 4 في الكورس بتاع ريد بابل. المفروض دلوقتي عملنا الاكونت بتاعنا وامناه ومشينا بالخطوات كلها صح وكله تمام، باقي بقى ان احنا نرفع اول ديزاين لينا او اول تصميم يعني علشان نبتدي بقى نجيب فلوس. لو فاكر ان انت ممكن تجيب صور من جوجل وتحطها على المتجر بتاعك وخلاص كده الدنيا ماشيه وهتعمل مبيعات، يبقى انت كده غلطان. ان شاء الله الفيديو دوت هنتكلم عن يعني ايه ترند وازاي تقفش ترند صح من غير ما يكون في مشاكل او يكون في تنافس كبير، والحاجه الثانيه يعني ايه نيتش وازاي تدور على نيتشات كويسه على ريد بابل من غير ما يكون فيها تنافس، بحيث الاوت كام بقى بتاع الموضوع كله ان انت ما تبقاش بتعافر في الزحمه وبتضيع وقت ومجهود كبير وبتشتغل على حاجات ضامن ان هي ان شاء الله هيجي لك منها مبيعات وفلوس كويسه. بص، الفيديو المفروض هيبقى في المختصر المفيد. لو لقيت الموضوع وسع مني شويه هتلاقيني مقسمه لك تحت يا عم عشان ما تتوهش مني، بس كل جزء هيبقى طويل برضه. يعني ايه نيتش او نيش؟ دوت باختصار كده يعني موضوع معين انت مختاره علشان تنزل التصاميم بتاعتك عليه. الموضوع دوت ممكن يبقى ليه علاقه بشغلك، بدراستك، بهواياتك، بحاجه انت بتقدر تعملها او مهتم بيها. يعني مثلا لو انت مهندس هتتكلم في النيتش المهندسين وهتعمل تصاميم بتتكلم عن او بتخاطب المهندسين، او مثلا لو بتحب رياضه معينه زي الكوره او نوع معين من الحيوانات، ايا كان انت هتقدر تحدد الحاجات اللي انت بتحبها او كويس فيها. طب ليه انت محتاج تشتغل في نيتش معين؟ علشان انت احسن حد هيبقى فاهم النيتش دوت وازاي يعمل فيه تصاميم وهتبقى حلوه ولا مش حلوه، ولما تكتب عنوان للمنتج بتاعك او مثلا انتاجات او قدام زي ما هنشوف اي تفاصيل ليها علاقه بالشغل بتاعك، انت هيبقى احسن حد يعملها وهتبقى عارف العميل بتاعك هيبقى شايفها ازاي. السبب الثاني، العشوائيه مش هتوديك في اي مكان. لو مفكر الموضوع سهل تدخل تخبط اي تصاميم عن اي حاجه يمين وشمال، مش هتوصل. الناس اللي شغاله صح على ريد بابل بتختار نيتشات معينه وبتركز عليها، بس وارد جدا الحاجه اللي انت بتحبها يكون في 3 4 مليون تانيين بيحبوها وشغالين على ريد بابل. النيتشات ديت ممكن يبقى فيها تنافس كبير جدا وعليها طلب كبير، او مفيش فيها تنافس بس الطلب عليها قليل، او ميكس بين الاثنين يكون التنافس فيها قليل بس الطلب عليها كبير. وهنا بقى بتيجي شطارتك، او لو بتتفرج مثلا على فيديوهات مفيده زي اللي احنا فيه دلوقتي، ان انت تلاقي نيتشات مفيش فيها تنافس كبير وفي نفس الوقت فيها مبيعات او فيها بوتنشال او يعني فيها طلب. قبل ما نعرف ازاي بقى نجيب نيتشات كويسه على ريد بابل، تعال نتكلم عن الطريق الثاني اللي موجود على ريد بابل اللي الناس بتاخده يعني في الشغل، وهو الترند. يعني ايه ترند وازاي تقفش ترندات كويسه والموضوع هيفيدك ازاي؟ الترند طبعا من اسمه ان هو حاجه موجوده اليومين دول بس، يعني حدث سياسي او مثلا حاجه اتقالت في فيديو معين او حاجه مشهوره ومسمعه جدا اليومين دول، فالناس بتبحث عنها بشكل كبير. الميزه في موضوع الترند ان انت هتلاقي عليه طلب كبير جدا ومش هتلاقي تنافس، لان لسه ما حدش لحق ينزل تصاميم او يتكلم عن الموضوع دوت على ريد بابل، بس في ناس كتير جدا بتسرش عليه. العيب بقى في موضوع الترند ان هو مش باسيف. يعني ايه؟ يعني انت هتعمل مبيعات كتيره في فتره الترند، بس لما الترند يعدي خلاص ما حدش هيعمل عليه بحث، ما حدش هيفهم الديزاين دوت كان بيحكي عن ايه اساسا، وخلاص الموضوع بيموت. انما النيتش اللي كنا بنتكلم فيه حاجه موجوده على طول، دايما في مهندسين ان شاء الله، ودايما الناس هتحب تدور على هدايا للمهندسين او تصاميم للمهندسين او الهوايه المعينه او زي ما اتكلمنا يعني في موضوع النيتش. فانت هنا بتحدد تشتغل على الترند ولا تشتغل على النيتش، او ممكن تعمل ميكس بين الاثنين. بس خلي بالك في داون سايد للموضوع، لان من عيوب الترند الثانيه ان الموضوع ممكن يبقى ليه علاقه بحقوق الملكيه. انت بتبقى عاوز تدخل على طول تلحق الترند وتعمل تصاميم وتشتغل من غير ما تحس بتخبط كده في مشكله كبيره، وهي مشكله حقوق الملكيه او التريد مارك، وده انيل. لان ممكن يطلع ترند حلو جدا ليه علاقه بكوكاكولا او باي شركه معينه مسجله، وانت لما تعمل تصميم بغرض التربح منه على ريد بابل ليه علاقه بالشركه ديت، ريد بابل هيقفل لك الاكونت بتاعك، لان كده هتدخلهم في مشاكل وقضايا وبتاع. فده عيب قاتل بيصطاد كل الناس اللي بتمشي ورا الترند من غير ما تكون واخده بالها ومن غير ما تكون بتتفرج على الفيديو ده. تعالى بقى نشوف ازاي على الكمبيوتر نجيب ترندات كويسه ونعرف هي هتبيع ولا لا وفيها مشاكل ولا لا، وبرده ازاي نجيب نيتشات كويسه لو حابين نشتغل بقى بشكل باسيف مش ترندات اليومين دول بس. وفي الاخر هقول لك المفروض تعمل ايه بعد ما تعمل دول، يعني تنزل بقى كام تصميم او ترتب الموضوع ازاي بعد خطوه ان انت تبحث على نيتشات كويسه او ازاي تقفش ترندات كويسه. بص يا باشا، ازاي بقى نعرف الترندات اللي موجوده على ريد بابل اليومين دول وبتبيع والتنافس فيها عامل ازاي؟ مبدئيا هتلاقي في ادوات كتير جدا مجانيه وادوات تانية مدفوعه. يعتبر من احسنهم او اسهلهم بالنسبه لك هو ريد بابل بوبولار تاجز. ده موقع مجاني بيتحدث كل يوم 2، بيعرفك الاسبوع اللي فات دوت الترندات ماشيه على ريد بابل ازاي، وايه الحاجات اللي مثلا فيها نتائج كتير وفيها تنافس او مفيش فيها، والبحث فيها عامل ازاي. يعني هي فيها عيب قاتل هنتكلم عنه بعدين، بس تعال نشوف هي شغاله ازاي لان مش اي حد بيستخدمها كويس. اول عمود عندك على الشمال بيتكلم عن الشهره، بيرتب لك الترندات حسب الشهره بتاعتها، ده سيبك منه. العمود الثاني هو اللي مهم لانه حاطط لك جنب كلمه الشهره مثلث صغير كده احنا بنسميه في هندسه دلتا، بيعبر لك عن معدل التغير في الشهره، يعني معدل الزياده او النقصان في الشهره بتاعت الترند دوت عن الاسبوع اللي فات. يعني مثلا لو ترند القطط كان الاسبوع اللي فات 100 ودلوقتي بقى 150، يبقى هو زاد بمقدار 50. كده افهم ان الترند دوت بقى عليه طلب زياده الاسبوع دوت، والعكس صحيح. تعال نكمل. دلوقتي معدل الشهره دوت لو انا ضغطت فوق كده هتلاقي ان هو رتبهم حسب الاقل في المعدل او الحاجات اللي الشهره بتاعتها بتقل
لو ضغطت هنا مره كمان هتلاقيه بيرتبهم لك حسب الاعلى في معدل زياده الشهره بتاعته. يعني باختصار نفهم من هنا ان الترند اللي هو اسمه وينزداي ادمز كلوثينج شهرته زادت بمعدل 7900 عن الاسبوع اللي فات، يعني الناس تبحث عنه بطريقه ازيد. يبقى اول عمودين دول بيعبروا لك عن الطلب، العمودين اللي بعدهم بيعبروا لك عن التنافس. العمود رقم 3 اللي بيتكلم عن الريزلتس او النتائج بيقول لك ان في 7481 منتج موجود بيحمل النيتش ده او في التاجز ديت يعني. والعمود الرابع برضو نفس النظام بيجيب لك المعدل اللي زادت او نقصت بيه النتائج اللي موجوده في النيتش ده. يعني لو جينا نحلل اول نيتش هتلاقيه بيقول لك ان هو شهرته زادت بمقدار 8000 مثلا، والنتائج دلوقتي 7000 وشويه، والنتائج دي قلت بمقدار 2800 عن الاسبوع اللي فات. يعني من هنا تفهم ان النيتش دوت زادت جدا الشهره بتاعته، والتنافس اللي موجود فيه دلوقتي او نتائج 7400 وشويه، والنتائج ديت قلت عن الاسبوع اللي فات بالمقدار دوت لان كان فيها مشاكل مع حقوق الملكيه او التصاميم مخالفه او ايا كان. هقول لك الكلام ده بيعبر عن ايه، بس تعالى نشوف واحد تاني. عندك النيتش اللي هو هنا ثالث واحد بيقول لك شهرته زادت بنفس المقدار تقريبا 7000 وشويه، النتائج الحاليه 477 بس، وكمان النتائج ديت قلت ب 200 وشويه عن الاسبوع اللي فات. تعالى ننزل تحت شويه هتلاقي في نيتش تاني بيقول لك ان هو تمام المعدل البحث عنه بيزيد، والنتائج الحاليه مش كبيره قوي يمكن 2000 وشويه، ولكن النتائج عماله بتزيد وزادت عن الاسبوع اللي فات ب 700 وشويه. طب نفهم ايه من الثلاث امثله دولت او نقرا الارقام ازاي بعد كده؟ بص يا سيدي، انت المفروض اول حاجه بتدور عليها ان النيتش او الترند بقى في حالتنا ديت يكون عليه طلب بازدياد مش طلب بالنقصان، بمعنى ان انت ترتيبك الاول هو الشهره وتكون بالموجب، يعني تضغط هنا على العمود دوت بحيث تلاقي الموضوع اخضر هنا. تيجي بقى على العمود الثاني اللي تلاقي فيه نتائج معديه ال 5000، بلاش تشتغل فيه لان هو اوريدي موجود فيه عدد كويس موجود على الموقع، فبلاش تروح يعني تعافر في الزحمه. بص على اللي بعده هتلاقي واحد 2000 وشويه، المفروض تفتح اللينك دوت وتشوف التصاميم عامله ازاي وتقدر تنافسها ولا لا. بس انت لو اخدت بالك في النيتش هتلاقي كلمه نتفليكس، يعني بيتكلم عن مسلسل او حاجه معينه ليها علاقه بنتفليكس وكده، في قلق من ناحيه التريد مارك وكده، فابعد عن الترند دوت وتعالى نشوف غيره. ثالث واحد اللي عظيم بصراحه بيقول لك الشهره بتاعته زادت برقم كبير والنتائج الحاليه الموجوده 477 بس. تيجي تفتح التصاميم اللي فيه هتلاقي في ناس اصطادت الموضوع ونزلت يجي بتاع 200 تصميم، مع ان لسه النهارده الاثنين. لو جبت البيست سيلينج هتلاقي تقريبا بالعدد مفيش الا 3 تصاميم هم اللي بيحملوا النيتش دوت. يعني في ناس كتير جدا بتاخد الكلمه دي كلها كده وبتبحث عنها، حتى ريد بابل عامل لك علامه الترند اللي هو بيزيد اهو، بس مفيش الا 3 تصاميم هم في البيست سيلينج اللي موجود فيهم الجمله دي، الباقيين كلهم حاجات عاديه. لو نزلنا تحت يعني انت ممكن تدخل في الموضوع. تعالى يا عم نشوف اللي بعده. عندك واحد 200 وشويه، طبعا ده نيتش محترم جدا، في 500 وشويه. من الاخر اي ارقام في العمود بتاع الريزلتس اقل من ال1000 ده نيتش محترم جدا، بالذات ان هو الطلب عليه بيزيد. وكمان بقى لو كانت اقل من ال500 ده انت هتبيع فيه، يعني هتبيع فيه ان شاء الله يعني. فباختصار كده ما ينفعش تستغنى عن الاداه ديت اول يومين 3 من الاسبوع، يعني الاثنين والثلاث والاربع، وتشغل عمود البوبيولاريتي بحيث يرتب لك من الاشهر للاقل، وكمان تبعد عن التنافس وتختار اللي اقل من 500 تشتغل فيهم، يعني دوت ودوت 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 وده وده. طب دلوقتي انا جمعت لسته محترمه جدا عليها طلب كبير ومفيش فيها تنافس كبير على ريد بابل، اروح اشتغل بقى على طول؟ طبعا لا، لان ممكن اي ترند من دول يكون له علاقه بشركه معينه مسجله ما ينفعش تعمل عنها تصاميم او تتربح منها، لان لو عملت كده بتخاطر بالاكونت بتاعك كله. تعالى بقى اقول لك اداه اذكى من الاداه ديت وبتخلينا نتفادى الموضوع ده. بص يا صديقي، الاداه الثانيه اسمها انسايت فاكتوري، ده موقع ذكي جدا بيساعد الناس اللي شغاله على اتسي وعلى ريد بابل. تسجل اكونت مجاني عليه من اللينك اللي تحت في الديسكربشن، وبتيجي على الجزء بتاع ادوات ريد بابل. اول واحد دوت سيبه، هنستخدمه واحنا بنرفع المنتج. لما بتدوس عليه بيقول لك today's trends، يعني بيحدث لك الترندات كل يوم مش كل اسبوع زي الاداه اللي كنا فاتحينها من شويه. هنا بيكتب لك اسم الترند بيج نيك انرجي. الجميل بقى ان هو بيقول لك التنافس هنا عامل ازاي، المفروض نخلينا مع التنافس اللي لونه اخضر. بعد كده بيقول لك الترند دوت شغال فين، طبعا تخلينا مع امريكا، بلاش لو في المانيا بس زي كده بلاش سيبك منه. واللي بعد كده بيقول لك السيلز بوتنشال او الطلب على الترند دوت عامل ازاي. طبعا كل ما كان فوق ال40 او كل ما كان اللون اخضر يبقى الموضوع تمام. طبعا لو ضغطت هنا بترتبهم حسب التنافس او هنا حسب الطلب عليه او المبيعات يعني، فانا اخليهم حسب الاكثر طلبا، وبعدين هدور على حاجه يكون التنافس فيها قليل. الزياده بقى في الاداه ديت ان لو في نيتش معين زي دوت انا فكرت مثلا اشتغل عليه، بتدوس على الزرار بتاع التي ام من هنا، هيفتح لك لينك كده من موقع تريد ماركيا، هنتكلم عنه ان شاء الله في فيديو لوحده. بس لو لقيت نتائج موجوده هنا اعرف ان في قلق وما ينفعش تشتغل على الترند دوت. انما لو جيت تجرب مثلا ترند تاني زي الاولاني دوت وندوس على التي ام من هنا ويقول لك ميبي افيلابل ومفيش نتائج موجوده تحت، خلاص تقدر تشتغل بقلب جامد على الترند دوت. يبقى هنا نفس الوضع، بتعمل لسته كويسه من الترندات الموجوده هنا يكون عليها طلب كبير زي الاخضر الموجود على اليمين، ويكون التنافس قليل، وكمان يكون التي ام اللي موجود جنبها او التريد مارك يعني جايب لك ان هو افيلابل، يعني تقدر تشتغل عليه. لو ضغطت على اول زرار بيقول لك النيتش دوت عامل ايه اصلا على ريد بابل، النتائج قد ايه والتصاميم اللي هنا عامله ازاي، بيرتبهم لك حسب البيست سيلينج.
لو عايز تعرف احسن الاتجاهات اللي موجوده مع الترند دوت وتعمل منها كوبي على طول، بتدوس هنا زي ما هنشوف ان شاء الله المره الجايه. وهنا بيقول لك الترند دوت عامل ازاي على امازون والنتائج الموجوده فيه شكلها ازاي. ممكن تاخد افكار تصاميم او تعرف اذا كانت بتبيع ولا لا. لو عايز تجيب ترندات موجوده على ميرش باي امازون، بتدوس على الزرار دوت وبتلاقي منتجات مطلوبه جدا على امازون الفتره ديت. بيقول لك اهو ان هاي ديماند رايت ناو. الرقم دوت لو اقل من مليون يبقى ممتاز. اللي بيقول لك ان الطلب عليه زاد بمقدار 11 مره، يعني 1100%. وهكذا بقى بتقدر تقفش ترندات ماشيه اليومين دول على امازون، وبطبيعه الحال هتبقى ماشيه كويس جدا برضه على ريد بابل، وبتديك معاها افكار للتصاميم. اخر حاجه اقولها لك في الاداه ديت ان هي مدفوعه وفيها جزء مجاني. الباقه اللي انا مسجل فيها هي باقه امباير لمده سنه واحده. دي بتفتح لك كل الحاجات اللي موجوده في الموقع. انت ممكن تجربها شهر واحد او 3 شهور اللي يريحك يعني. لو حابب سجل معاهم اكونت مجاني وجرب الاداه، لو عجبتك كمل فيها بقى بالاشتراك المدفوع، او اشتغل بالاداه اللي احنا شرحناها في الاول اللي هي الريد بابل بوبولار تاجز. طب نفترض ان انت عاوز تشتغل في نيتشات موجوده على طول، مش ترندات ومش هتقدر بقى تلاحق وما عندكش وقت وكده. تيجي على ريد بابل الجميل وتكتب مثلا انا مهندس فهتكلم عن الانجينيرنج، او انا هنزل تصاميم في الانجينيرنج، هلاقي 123,000 نتيجه. زي ما عملنا في الترند هنعمل فيه موضوع نيتش. بتبص على التنافس وبتبص على الطلب، بس هنا مش هنبص قوي. ليه بقى؟ لان الطلب المفروض ان هو قليل بس موجود طول السنه، فسيبك من موضوع الطلب دلوقتي وتركز على موضوع التنافس. اي نيتش انت مختاره لو لقيت العدد فيه او التنافس فيه على ريد بابل قليل، اشتغل فيه على طول. يعني لو انا هشتغل في النيتش اللي اسمه انجينيرنج بس وهنافس مع الرقم ده كله، طبعا مش هبيع ولا في 100 سنه، او ممكن تبيع كل حاجه بس برضو الموضوع يبقى صعب يعني. فخلينا نتخصص شويه ونكتب سيفل انجينيرنج. الموضوع بقى احن شويه، مثلا بقى 17,000 وشويه. ممكن نكتب جنبها كوفي، يعني مثلا مهندس مدني بس بيحب القهوه. النتائج بقت اقل من ال 500، يعني نيتش ما يتفوتش. وكمان لو جيت ترتب البيست سيلينج عشان تشوف التصاميم بيبيع كويس، ده شغال، ده ملوش علاقه بالموضوع اصلا، ده كويس مختصر. يعني بصه سريعه كده مش هتلاقي 10 تصاميم على بعض في النيتش اللي انت كاتبه، فتقدر تشتغل بقلب جامد يعني. هو ده تصميم كويس، بيقول لك انستنت سيفل انجينير جاست اد كوفي. الجمله دي اتهرت على ريد بابل. ده واحد علق عليه بصراحه، اخد نفس الجمله بس عامل تصميم احلى بكتير. المهم يعني انت تعرف تتخصص شويه بحيث تهرب بعيد عن النتائج الكبيره. طب تعالى نجرب تاني، وليكن بروجرامينج برضو 100,000. فهنجيب ويب سايت بروجرامينج، مع انه مفيش حاجه اسمها الكلام ده، تلاقي 2000 وشويه، يعني ماشي حاله. طب خلينا نكتب ويب ديفلوبمنت واللي هو تطوير المواقع يعني، او ويب ديفلوبر. 28,000 لا كتير. خلينا نختار لغه واحده بس، يبقى بي اتش بي ويب ديفلوبر 4000. يعني الموضوع كده بقى احلى شويه. وهكذا بقى. ما ينفعش تروح تبحث عن حاجه على ريد بابل القطط مثلا والكلاب، ده انت مستحيل تبيع حاجه في نيتش زي دوت، لان في تصاميم كتير حلوه وموجوده في النيتش ده. اي حد هيعمل سيرش ريد بابل بالعقل كده هيجيب له التصاميم ديت في الاول. فالمفروض بيبقى عندك ورقه مثلا كاتب فيها الحاجات اللي انت بتحبها، او تدخل على طول على ريد بابل زي ما انا عملت دلوقتي وتبتدي تقلل الموضوع شويه، او تتخصص شويه في النيتش اللي انت بتبحث عنه. لما النتائج تبقى اقل من 2000، يعني ممكن لو انت كويس في التصميم. اقل من 1000 لا قشطه عظمه، بس بقل من تصاميم كتير بحيث تقدر تصطاد. لو اقل من ال 500 مبروك عليك يا باشا، دولارات على طول. كده انت عرفت ازاي تجيب الترند وتعرف فيه تنافس وطلب ولا لا، وعرفت ازاي تجيب النيتشات وتعرف فيها تنافس ولا لا، لان دايما موجود عليها الطلب. المفروض تعمل ايه بعد كده؟ اول حاجه تحدد انت تشتغل في الترندات ولا تشتغل في الايفر جرين. ايفر جرين اللي هي النيتشات الموجوده على طول السنه يعني. في الحالتين هتعمل شيت اكسل عبيط جدا، او تكتب في ورقه عندك تسطرها بقى وتنظم الامور. هتشتغل على ايه في الاسبوع دوت من الترندات اللي انت اخترتها، او عندك نيتشات ايه هتشتغل عليها برضه. تكتب قدام كل واحد النتائج الموجوده على ريد بابل، يعني تعرف وانت شغال كده التنافس عامل ازاي، بحيث تتعب قوي في التصميم ولا قشطه اي تصميم مش هتلاقي حد ينافسك فيه اصلا. بعد كده بتكتب جنبه عدد التصاميم اللي انت هتحطها في النيتش او الترند دوت، وبتقسمها بقى براحتك حسب وقتك انت يعني مثلا انت اخترت 10 نيتشات او ترندات ايا كان، وهتعمل في كل واحد من 5 ل 10 تصاميم، يبقى انت عايز 5 في 5 يبقى من 25 لحد 50 تصميم حسب قدرتك بقى على التصميم. شوف انت محتاج وقت قد ايه وعندك وقت فاضي قد ايه. بما اننا اتكلمنا بقى عن موضوع التصميم وانا سمعتني بقول 50 تصميم ومش عارف ايه، حاسسك ارتبكت يا باشا. ما تقلقش، الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم عن الخطوه اللي عليها الدور في شغلك على ريد بابل، وهي خطوه التريد مارك. لان انت ممكن تحط ايدك على نيتش بيبيع كويس جدا او مفيش فيه تنافس، او ترند شغال وانت اللي لحقته ونزلت فيه تصاميم كويسه، بس اول ما تشتغل فيه تلاقي الاكونت بتاعك اتقفل عشان مش واخد بالك من الخطوه دي. فعلشان الموضوع مهم وانا حابب ان انت تبقى فاهم كل حاجه بتعملها، ناخدها ان شاء الله مع بعض الفيديو الجاي. السلام عليكم. السلام عليكم. ده الكورس رقم 4. كورس رقم 4. ربنا يديك الصحه وتعمل 4 كورسات بس والله انت. الفايده في موضوع الترند ان انت هتلاقي طلب كبير على الحاجات ديت ومش هتلاقي تنافس، لان الحاجه لسه ظاهره اليومين دول. يعني مثلا خلينا ناخد ترند كاس العالم اللي هو فات المفروض، لان انا بسجل دلوقتي بعد ما المغرب وصلت لنص النهائي. الف مبروك. المهم